هذا سؤال يقول صاحبه: ما حكم حجز الأماكن في المسجد من المعتكفين أو من غيرهم؟ الأصل في المساجد وكل مباح أن من سبق إليه فهو أحق به، من سبق إليه فأحق به. فإن كان هذا الذي حجز هذا المكان في الصف الأول مثلا أو في يمين الصف أو قريب من الإمام موجودا داخل المسجد، كان موجودا داخل المسجد وانتقل من هذا المكان إلى مكان يستند فيه إلى جدار أو عمود ليستعين بذلك على طول البقاء في المسجد، كمن جاء إلى صلاة الجمعة مثلا في الساعة الأولى والصف الأول ليس فيه ما يستند عليه، ثم أراد أن ينتقل إلى مكان فيه عمود أو جدار يستند إليه وهو موجود وحجز المكان، لا مانع من ذلك إذا كان موجود في المسجد. أو حجز وخرج من المسجد ليعود إلى هذا المكان قريبا فهو أحق به من غيره. لكن إذا جاء إلى المسجد إلى الجامع في الساعة الأولى ووضع مصلاه وسجادته في مكان أو عصاه ليحجز به المكان، ثم خرج لينام في بيته أو ليزاول تجارته، مثل هذا لا حرمة له، بل لا يجوز له حينئذ أن يحجز. ومن سبق إلى هذا المكان فهو أحق به ممن حجز. ونلاحظ في المسجد الحرام قول الله جل وعلا: سواء العاكف فيه والباد، يستوي فيه المسلمون كلهم، من أقام فيه وجاور فيه يستوي مع البادي الذي يرد إليه من البادية ليصلي فرضا أو فرضين ويرجع، لا يرى هذا أن له حقا على غيره، بل هم مستوون. والوعيد الشديد المتعقب لهذه التسوية من يرد فيه بإلحاد بظلم، متعقب لهذه التسوية لمن يرى أن له حق على غيره وأنه يقدم على غيره وأنه له أن يختص في المسجد ما يختص، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا من خواص هذه البقعة الطاهرة الشريفة، أن مجرد الإرادة يرتب عليها هذا الوعيد. حينئذ يحذر المسلم أن يضايق الناس أو يقيم أحدا من مكانه أو يحجز بشيء يجعله أولى من غيره بهذا المكان، لئلا يدخل في عموم الآية، لأن بإلحاد بظلم نكرة في سياق الشرط، فتعم أي إلحاد وهو مجرد الميل عن الصراط المستقيم. وقد جاء الأمر وقد جاء ذكر التسوية بين المقيم في هذه البقعة وبين غيره من الوارد عليها، ولو كان باديا ليصلي فرض أو فرضين هم سواء في هذه البقعة. وهذه البقعة جاء التشديد فيها بترتيب الوعيد على مجرد الإرادة، بمجرد الإرادة. وغير هذه البقعة لا يرتب الوعيد على مجرد الإرادة، لأنها من حديث النفس، يعني من مراتب القصد التي لا تصل إلى حد العزم أو الفعل، فلا يترتب عليه شيء ما لم يتكلم أو يعمل.